قصة هاتف آيفون 4 بدأت بمصادفة غريبة، حين عثر الطالب براين هوغن، البالغ من العمر 21 عاماً، على جهاز لم يكن يتوقعه. كان هذا الهاتف يحمل أسراراً عظيمة تجعله بعيداً عن كونه جهازاً عادياً. ماذا كان سيحدث إذا اكتشف أحدهم هذه الأسرار قبل هوغن؟ بعد أن وجد الهاتف، حاول هوغن إعادة الجهاز لشركة آبل، ولكن ظلت محاولاته تصطدم بجدار من التجاهل. هل كان هذا تعبيراً عن عدم اهتمام الشركات بالتواصل مع جمهورها؟ تساؤلات كثيرة حضرت هنا، مما يثير الشكوك حول نية شركات التكنولوجيا. ومع ذلك، بدأ التحقيق في هذه القضية يزداد تعقيداً، حيث تكشفت تفاصيل جديدة مع سعي هوغن لبيع الجهاز للوسائل الإعلام. هذه الخطوة أثارت موجة من الجشع، فهل يمكن أن تكون التكنولوجيا حقاً مصدراً للمكاسب غير المشروعة؟ وكان المقال الذي نشره تشين عن الآيفون 4 الأكثر مشاهدة في موقع جزمودو، محدثاً ثورة في كيفية تعاطي وسائل الإعلام مع تسريبات المنتجات. كيف يمكن لحدث مثل هذا أن يغير الألعاب في مجال الإعلام؟ إن هذه الواقعة تعد من أكبر تسريبات الأجهزة في تاريخ التكنولوجيا، مما يترك أثراً على الخصوصية في عصر المعلومات. هل نحن بالفعل مستعدون للتخلي عن خصوصيتنا في سبيل الحصول على أحدث الابتكارات؟ عرفنا أن ميزات الآيفون 4 الجديدة تتضمن كاميرا أمامية، مما أسفر عن ولادة تقنية فيس تايم، التي أصبحت جزءاً مهماً من تجربة المستخدم. هل كانت هذه الخطوة مجرد تقدم تكنولوجي أم أنها شكلت تحولاً في طريقة تواصلنا؟ وفي هذه الأثناء، جرى الحديث عن استخدام اسم ديراي كوسيلة لتخفيف الضغط عن شركة آبل. كيف يمكن للأسماء والألقاب أن تلعب دوراً في إدارة الأزمات؟ تظهر الأحداث أن ديراي كان في وضع حساس بعد ظهور اسمه، مما أثار مناقشات حول الأخلاقيات في الصحافة. هل كانت هذه الصحافة مجرد مراوغة أم كانت تتسم بمسؤولية أكبر؟ تتضمن القصة تفاعل ستيف جوبز مع الحادثة، حيث دفعت شغفه بشركته للتواصل المباشر مع الصحفيين، مما يعكس جانباً قوياً من شخصيته. كيف سيبدو عالم التكنولوجيا دون شخصيات مثل ستيف جوبز؟ تسريب جهاز آيفون الجديد كان له تأثير كبير على مبيعات آيفون 3GS، مما وضع ستيف جوبز في موقف محرج. هل كانت هذه الضغوط ستؤدي إلى اتخاذه قرارات مختلفة، خصوصاً مع برايان لام؟ انتهت المكالمة الثانية بين ستيف جوبز وبرايان لام بتوتر ملحوظ، حيث كان لام مصراً على الحصول على جهاز آبل. كيف يمكن لموقف واحد أن يكشف عن حقيقة الإصرار والتضحية؟ وعندما بدأت وسائل الإعلام بتناول القصة بشكل مكثف، تصاعد الضغط على آبل. كيف يمكن لأخبار التسريبات أن تغير مجرى الأحداث في عالم التكنولوجيا؟ تعاونت كاثرين، زميلة هوغن، مع الشرطة لجمع الأدلة ضده، مما يكشف عن خيانة بين الأصدقاء. كيف يمكن أن تؤثر هذه الأعمال على العلاقات الإنسانية؟ جاءت تدخلات الشرطة بالإجراءات الضاغطة، مما أحدث توتراً وضغوطاً نفسية كبيرة. كيف تعكس هذه الإجراءات أهمية القضية في عالم التقنية المتسارعة؟ ويظهر تأثير ستيف جوبز القوي على منتجات أبل، حيث كان يتدخل شخصياً في كل الأحداث المحيطة بشركته. كيف يمكن أن يكون للإدارة الشخصية هذا الأثر الدائم؟ تاريخياً، كانت هناك هوة كبيرة بين الصحفيين المحترفين والمدونين، لكن هذا التمييز بدأ يتلاشى. هل يمكن أن يكون هذا بداية عصر جديد من الإعلام؟ المسؤولية الأخلاقية للمدونين ومؤثري يوتيوب تتزايد، مما يجعلهم في بعض الأحيان يقدمون محتوى يتفوق على الصحافة التقليدية. كيف يمكن أن يتشكل مستقبل الإعلام بناءً على هذه الديناميكيات؟ وفي ظل هذا التحول، بدأت الشركات مثل آبل النظر إلى المدونين ومؤثري التواصل الاجتماعي كجزء من المشهد الإعلامي الحديث. هل سنشهد تغيراً في كيفية تعامل هذه الشركات مع الإعلام الجديد؟ تم احتجاز سون واستجوابه من قبل أمن فوكسكون، مما أثار قلقاً حول معاملة العمال.
ماذا يمكن أن يعني هذا بشأن ثقافة العمل في الشركات الكبرى؟ التقارير المتناقضة حول استجواب سون تشير إلى غموض كبير حول ما حدث. كيف يمكن أن تتداخل روايات المختلفة من الإعلام لتخلق حالة من الشك؟ ولم تجد التحقيقات الداخلية والخارجية أي سوء سلوك، مما يثير تساؤلات حول المسؤولية في حالات مماثلة. كيف يمكن أن نضمن الحماية للعمال في المستقبل؟ كانت أولى ردود آبل على حالات الانتحار غير كافية، مما زاد من تعقيد المشكلة. كيف يمكن لشركة بحجم آبل أن تتجاهل جوانبًا إنسانية بهذا القدر؟ استدعت آبل خبراء في مجال منع الانتحار للمساعدة في معالجة الوضع. كيف يتفاعل العالم مع الأزمات الإنسانية في بيئات العمل؟ وأجرت آبل تحقيقاً مستقلاً لتقييم استجابة فوكسكون للأزمة، شاملة استطلاعات على أكثر من 1000 موظف. هل يكفي هذا لإحداث تغيير حقيقي في ثقافة العمل؟